أيها المسلمون عباد الله، أمرنا الله أن نحذر من المنافقين ومكائدهم، فالمنافقون لن ينقطعوا ما قامت الساعة إلى قيام الساعة، وهم لا يزالون في هذه الأمة، وهم مصدر خطر عظيم. كم هدموا من الحصون، وكم اقتلعوا من القلاع، وكم كانوا سببا في تخريب الديار والدخول على أهل الإسلام. سهلوا الطريق لأعداء هذا الدين، فكانوا معاولة من داخل بلاد المسلمين يتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا، ولكنهم من ألد الأعداء علينا. يصدق فيهم قول الله عز وجل: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. والعلاج: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. هذا هو العلاج، أن نكون أمة واحدة أمام طابور المنافقين بأشكالهم وألوانهم، سواء كانوا من الملاحدة أو كانوا من أهل البدع كالرافضة أو المتصوفة أو غيرهم ممن هم أعوان أعداء هذا الدين، أو الخوارج المارقين الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. النفاق درجات كما أن أهل النار في دركات. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي حديث أنس في الصحيح كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار. وحب الأنصار وأهل الإيمان وأهل التوحيد والسنة علامة من علامات الإيمان، وبغض الأنصار وأهل الإيمان علامة من علامات النفاق. إذا أردت أن تعرف المنافق انظر أين هو من أهل التوحيد والسنة. إذا شن لهم العداء وصار يستحل منهم الدماء وينتهك منهم الأعراض والأموال، فاعلم أنه من المنافقين وأعداء هذا الدين، وأنه معول هدم في أوساط المسلمين. وهذا ما نراه من تلك الصرخات الكاذبة: الموت لأمريكا، والقتل في المسلمين، الموت لليهود، والتفجير في المسلمين. يأتي أحدهم من جنب الرافضة وهم بجانبه، واليهود والنصارى والكفار بجانبه، يترك هؤلاء جميعا ليذهب فيفجر ويفخر في بلاد التوحيد والسنة، ويقتل أهل الإسلام والسنة، ويترك هؤلاء لأجل أن نعرف أين يأتي العداء ومن هم الذين يخترقون صفوف المسلمين.